لما الدنيا تديك فرصة للانتقام يبقى لازم تبقى قدها وتجهز نفسك كويس وتاخد احتياطاتك وتتعلم من غلطاتك. بعد نهائي 2022 النهائي المأساوي الاهلي والوداد في كازابلانكا، فضيحة عيني عينك سواء من الاتحاد الافريقي ان هو حدد ملعب بالوداد للنهائي، او الاتحاد المصري اللي خبى الجواب اللي مبعوث من الاتحاد الافريقي، او من الاهلي اللي لعب الماتش من غير ما ياخد اي موقف، واللي ادى اننا خسرنا 2-0 وما كناش موفقين تماما. وكان يومها افتكر اني كنت في ثالثه ثانوي والواحد حرفيا كان شايل كتير وقتها ومحتاج انه يفرح فرحه بس، لكن ما حصلش نصيب. بعدها بسنه بالظبط وقدام نفس الفريق وعلى نفس الملعب بترفع الكاس الاغلى وسط حضور 60,000 مشجع بيسالوا سؤال واحد بس: كيفاش عرفوا مضمون التيفو؟ والرساله الاشهر: عندما يوسوس لك الشيطان يعطيك الجحيم مكافأة. حدوتتنا النهارده عن البطوله الافريقيه ال11 للنادي الاهلي اللي بداها بجون لمحمد عبد المنعم من اسيست علي معلول وانهاها بجون عبد المنعم لاسيست علي معلول. البطوله اللي خدناها من مركب محمد عبد المنعم اللي سكت 60,000 مشجع بحالهم ورفعنا الكاس وسطهم. ودي بتكون الحدوته الرابعه والاخيره معانا في الشهر الكريم شهر رمضان اللي خلاص ما عادش غير ايام ويخلص باذن الله، وكل سنه وانتم طيبين وعيد مبارك. وطبعا الحلقه دي كانت المفروض انها تنزل الاسبوع اللي فات، ولكن بسبب امتحانات الميد تيرم الحمد لله انها عدت على خير، ده بس اللي اخرنا، وان شاء الله بدون مقاطعه اقدر انزلها قبل نهايه رمضان. وبكده باذن الله زي ما وعدنا في بدايه رمضان وفينا 4 حلقات ب4 حواديت مختلفه في الاربع اسابيع بتوع رمضان. وطبعا الحدوته دي من اختياركم انتم في الفيديو اللي فات والفيديوهات اللي قبل كده، وانزلوا برضو دلوقتي اكتبوا لنا عايزين الحلقات اللي جايه هنتكلم فيها عن ايه، والسلاسل اللي جايه باذن الله عايزينها تكون ايه. قبل ما نبدا بقى ما تنساش حاجاتك كده: لايك وسبسكرايب للقناه وشير للفيديو في كل مكان، وخلي الجرس على كل الاشعارات عشان نكبر عائلتنا باذن الله. بيكوا بعد ربنا هنوصل لحلمنا. وهتلاقيني سايب لك لينك التيك توك في الديسكربشن، روح اعمل فولو، وهتلاقيني برضو سايب لك لينك الانستا، اعمل برضو فولو. بنزل على التيك توك فيديوهات محتوى كروي برضو زي هنا، ولكن فيديوهات سريعه كده قصيره بشكل شبه يومي باذن الله. وقبل ما نبدا ما تنسوش تصلوا على افضل الصلاه والسلام، ويلا بينا فلنبدا. الاهلي بيفتتح البطوله ال11 بدور ال 32 مباراه الاتحاد المنستيري التونسي يوم الاحد 9 اكتوبر في اول مباراه للسير مارسيل كولر، وبيقدر الاهلي يحقق الفوز بهدف غالي جدا في الثواني الاخيره من عرضيه من ضربه حره مباشره لعلي معلول بيرفعها على راس محمد عبد المنعم. الكره اللي هتتكرر كتير قوي الفيديو ده عشان بس ما تزهقوش، فانا بعرفكم من البدايه. الكره دي هتلاقوني بقولها كتير قوي في الفيديو ده: عرضيه من علي معلول، جون لعبد المنعم، هدف مكرر في البطوله ال11. يعني ممكن نسميها بطوله عبد المنعم باسست علي معلول. عشان ترجع القاهره وانت حاطط رجل في دور المجموعات، بتلعب في استاد السلام مباراه العوده، والاهلي بيدق حصون الاتحاد المنستيري بثلاثيه نظيفه. افتتاحها اللاعب احمد عبد القادر في الدقيقه 15 من مهاره فرديه ولا اروع في المدافعين، دخل بيها منطقه الجزاء وشمعها في الشبكه. وبيسجل الهدف الثاني حمدي فتحي من ضربه ركنيه لعبها علي معلول في الدقيقه 43. وبعدها في الشوط الثاني وفي الدقيقه 57 كوره عاليه من طاهر محمد طاهر بيقابلها حمدي فتحي براسه في منطقه الجزاء وبيسجل الهدف الثالث. وبكده الاهلي بيصعد لدور المجموعات بعد الفوز على الاتحاد المنستيري 4-0 في مجموع الماتشين. وبيقع الاهلي في مجموعه صعبه نسبيا تضم مين؟ تضم صن داونز الجنوب افريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني. بتتاجل اول مباراه للنادي الاهلي قدام القطن الكاميروني اللي كانت مقرر ليها في شهر فبراير عشان ان ارتباطات الاهلي بكاس العالم للانديه اللي كانت بتلعب في المغرب وقتها. وبيجي تاني مباراه للاهلي بيلعب الهلال السوداني في السودان يوم السبت 18 فبراير 2023، وبيجي في الجون غريب عجيب من ضربه حره مباشره للاعب الهلال بتتشاط وبتخدع الشناوي، ولكن بعدها الشناوي بيتصدى لضربه جزاء وبيحرم الهلال من تسجيل الهدف الثاني، وبتخلص المباراه 1-0 للهلال السوداني. عشان يوم السبت 25 فبراير الاهلي وصن داونز الجنوب افريقي وعلى استاد السلام المباراه بتخلص تعادل ايجابي 2-2. والمباراه دي انا شخصيا كنت حاضر فيها في استاد السلام، وللاسف لم نوفق نهائي بسبب استهتار بعض اللعيبه والجمهور اللي كان في المدرجات انه كان ما بيشجعش كويس. والمشكله تيجي تكلمهم يقول لك: يا عم عادي يا عم لسه بدري. اقول لهم: يا جدعان هنروح هناك نتلب 5 تاني، اقسم بالله زي ما بقول لكم كده قلت لهم نفس الجمله: هنروح هناك نتلب 5. مفكرين نروح نكسب هناك مثلا. المهم في الدقيقه 34 بيسجلوا فينا الهدف الاول في الشناوي والشوط بينتهي 1-0، وبننزل الشوط الثاني بيبقى شكلنا احسن كتير جدا من الشوط الاول. وفي الدقيقه 51 بعد 5 دقائق بس من بدايه الشوط الثاني بيرسي تاو بيقدر ياخد ضربه جزاء، والجيس وات مين هيخش يشوطها؟ محمد هاني، اللاعب الوحيد اللي لو فضلنا نفكر مين هيشوطها مش هنقول ان هو خالص. احنا كنا في المدرجات كلنا مبهورين، اللي هو منصدمين، يعني مش مبهورين طبعا، منصدمين او مصدومين، انا مش عارف ايه الجمله دي بس بجد. يعني ليه؟ انا مش عارف لحد دلوقتي مين كان مسؤول عن قرار ان محمد هاني يشوطها. عندك عمرو السولية في الملعب، عندك علي معلول في الملعب، عندك حسين شحات، عندك قفشه، يا عم عندك الشناوي. محمد هاني ليه شاطها ما تعرفش؟ طلع قال لك
اصله كان بيتمرن كويس جدا في التدريبات على ان هو يشوط ضربه الجزاء، معرفش ليه كده، بس احنا كلنا في المدرجات كنا عارفين انها ضايعه، وبالفعل بيشوطها باستهتار والكره بتضيع جون تعادل بدري جدا. بس بعدها في الدقيقه 59 علي معلول بيلعب ركنيه على راس محمد عبد المنعم وهدف التعادل للنادي الاهلي. عشان بعدها في الدقيقه 74 واحنا بنحيي ذكرى ال 74 شهيد من قلب المدرجات، وكنا انا واصحابي متوقعين او حاسين شامين كده ريحه هدف، والله زي ما بقول لكم كده. وفعلا حسين الشحات مش بيكذب لنا خبر وبيجيب الهدف الثاني للنادي الاهلي، مهاره فرديه ولا اروع من حسين الشحات في منطقه الجزاء، وبيسكنها على يمين الحارس او في الزاويه الضيقه للحارس. طب ايه، نحافظ بقى على الاثنين واحد دول ونهدى كده؟ لا، في الدقيقه 80 دربكه وسط دفاع الاهلي الكره بتتشاط بتيجي في العارضه بترجع لهجوم سان داونز برضه، يعني مش بترجع للدفاع، لا بترجع بيشوطوها بيجيبوا الجول. جون غريب جدا، حرفيا البطوله دي كل الاهداف اللي جت في الاهلي اخطاء دفاعيه، والمباراه بتنتهي 2-2. عشان يوم السبت 4 مارس بتلعب المباراه المؤجله قدام القطن الكاميروني في استاد السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. والهدف الاول لمحمد شريف، وفي الدقيقه 45 قبل نهايه الشوط الاول بثواني عرضيه من علي معلول على راس القندوسي بيسجل الهدف الثاني للنادي الاهلي. وفي الدقيقه 90 وقبل نهايه الشوط الثاني بثواني كره 1-2 ما بين علي معلول والقندوسي بيلعبها عرضيه ارضيه في ظهر المدافعين بيلعبها رأفت خليل في الجول، وبكده الهدف الثالث للنادي الاهلي والمباراه بتخلص 3-0. السبت اللي بعده 11 مارس الاهلي بيسافر لجنوب افريقيا عشان يقابل سان داونز هناك، الفريق اللي ضمن انه يتاهل كاول مجموعه اصلا قبل نهايه المجموعات بجولتين كاملين، ومستني بقى مين الثاني سواء اهلي او الهلال السوداني. والمره دي الاهلي بدوافع مختلفه، مدرب مختلف وخطه هجوميه جديده. مع بدايه المباراه في الدقيقه الرابعه الهدف الاول لفريق سان داونز، وافتتحناها بدري قوي عشان بعدها باقل من 10 دقائق وتحديدا في الدقيقه 13 محمد شريف بيجيب الجون بعد خطا دفاع من سان داونز بيخطفها بيرسي تاو وبيلعبها القندوسي لشريف اللي بيسجلها من بره منطقه الجزاء في الضيقه، لا في الضيقه قوي، الكره دي كانت ضيقه، زاويه ضيقه قوي الصراحه. وبكده تعادل 1-1. حافظ بقى ارجع دافع بدل الهجوم اللي انت نازله ده في بريتوريا ولا جنوب افريقيا، انت بتعمل ايه؟ امسك نفسك. لا انا هكمل ضغط، ابلع. بعدها في الدقيقه 24 الهدف الثاني لسان داونز من خطا دفاعي، خطا دفاعي واضح جدا، وقبل نهايه الشوط الاول ب5 دقائق بيجيبوا فينا جون من بره منطقه الجزاء، شوطه صاروخ بيتفرج عليها الشناوي، ويذكر ان الجون ده بيدخل كل سنه تقريبا في الشناوي. المهم في الشوط الثاني في الدقيقه 61 بيرسي تاو مهاره فرديه جميله جدا من نص ملعب سان داونز يخش بيها لحد منطقه الجزاء وبيشوطها بيجيبها جون، كده 3-2 لسان داونز والنتيجه قريبه. في الدقيقه 72 الهدف الرابع لنادي سان داونز بنفس الخطا الدفاعي، وقبل نهايه المباراه في الدقيقه 88 خطا دفاعي برضه الهدف الخامس لفريق سان داونز ومن نفس اللاعب برضه، انت ما بتحرمش. وبتنتهي المباراه بخماسيه للمره الثانيه في تاريخ الاهلي، ولكن المره دي 5-2 كده معقوله شويه. وبكده الاهلي لسه له ماتشين وبيصعب على نفسه بدرجه كبيره الصعود من المجموعات، والماتش الجاي هيلاعب القطن الكاميروني في الكاميرون، والهلال بعدها بيوم هيلاعب سان داونز، فانت محتاج انك تفوز على القطن الكاميروني وسان داونز ما يخسرش من الهلال، وبنسبه كبيره يا ريت يفوز. ليه؟ عشان احنا نصعد تاني او عشان املنا تكون موجوده لسه. ولكن لو حصل وسان داونز خسرت من الهلال فانت كده بره، يعني سواء فزت على القطن والهلال الماتش اللي بعده كمان او ما فزتش، يعني شفت انت حطيت نفسك في حته قد ايه. المهم يوم الجمعه 17 مارس الاهلي بيلعب القطن الكاميروني في الكاميرون وبيفوز برباعيه نظيفه سجل هاتريك من خلالها محمود كهربا، الاول في الدقيقه 23 والهدف الثاني لكهربا في الدقيقه 29 والهدف الثالث في الدقيقه 51 والهدف الرابع للاهلي سجله بيرسي تاو في الدقيقه 54. والكل دلوقتي في انتظار مباراه الهلال وصن داونز بعدها بيوم على طول اللي هتتلعب فين؟ هتتلعب في السودان، وانت لاول مره تقريبا تتزنق الزنقه دي وتكون مجبر انك تشجع صن داونز الفريق اللي لسه كسبك 5-0 و5-2، يعني بجد كنا في موقف لا نحسد عليه نهائي. عشان تاني يوم السبت 18 مارس الهلال بيلعب صن داونز، وكلنا كاهلاويه طبعا مفكرين ان صن داونز هيفوت الماتش للهلال، لكن بينزلوا المباراه بتحس ان صن داونز عايز يكسب، بيجيب الجون الاول في الدقيقه 67 وبيفضل بقى الماتش ايه، تحس كده باستهتار من لعيبه صن داونز لحد ما في الدقيقه 72 استهتار كبير جدا من دفاع صن داونز بيجيب فيه الهلال الجون التعادل، يعني جون غريب جدا الصراحه، والمباراه خلاص تعتبر كده من جانب واحد والهلال خلاص هيجيب الثاني. وخمن اللي حصل في الدقيقه 90 بتيجي ضربه جزاء للهلال السوداني، وانا كعمر كنت بتفرج على الماتش ده، اول ما جت ضربه الجزاء قفلت الماتش ودخلت نمت على طول. اصلا يعني بجد والله يعني ضربه الجزاء دي هتيجي انت كده بره مع السلامه، مش محتاج بقى اي حاجه، لحد ما حبيب الملايين اطهر الطاهر بيخش يشوط ضربه الجزاء والحارس ويليامز بيصدها، والمباراه بتخلص تعادل ايجابي، وبتبقي امال النادي الاهلي في الصعود من دور المجموعات لربع النهائي. وده هيتحدد امتى بالظبط كده؟ في الماتش الفيصلي الاهلي والهلال السوداني على استاد القاهره. المباراه المحدد لها يوم 1 ابريل 2023 وتحدد لها رسميا 50,000 مشجع اهلاوي في استاد القاهره لاول مره
القاهره من 9 سنين. انت متخيل الرقم؟ من لاول مره من 9 سنين. خد بالك ده اهلي مش منتخب مصر، والاستاد كله كان متقفل، والعبد لله كان من ضمن ال 50,000 واحد دول الحمد لله. وسهره رمضانيه مختلفه وما احلاها، ليله اهلاويه بديعه، واجواء حجز التذاكر في السحور، وحجزت التذكره الساعه 7 الصبح، وامتحانات الميد ترم. وانا افتكر ان اليوم ده كان اخر يوم امتحان ميد ترم ليا في الكليه. خلصت امتحان ميد ترم وطلعت على طول انا واصحابي للترحال، ووصلنا القاهره قبل الفطار. فطرنا في الاستاد كلنا كاهلاويه، والتمر اللي كان بيتحدف على الناس، يعني حرفيا كانت ليله روعه روعه بجد. الفايبس كده بتاع الاستاد كانت دنيا تانية. وكان الملعب كله اهلي ما عدا 1000 أو 2000 من جمهور الهلال السوداني، اخواتنا السودانيين اللي كانوا موجودين في الاستاد، اللي بالمناسبه كنا بنقابلهم في ممر الاستاد جوه ناحيه السوبر ماركتات الاوائل اللي بره المدرج، كنا بنقابلهم عادي. والروح الطيبه اللي كانت ما بيننا وما بين بعض، يعني اي نعم الاجواء اللي كانت قبل المباراه كانت اجواء صعبه جدا ومتوتره جدا ما بين الفريقين على الميديا، سواء ما بين الجمهورين او من الاداره بتاعه نادي الهلال والجهاز بتاعهم اللي بيطالبوا الكاف ان المباراه دي تتلعب من غير جمهور. وذكروا في كلامهم احداث بورسعيد، انا ما اعرفش ايه جاب احداث بورسعيد اللي حصل، بس هم كانوا بيضغطوا من اكتر من سبب او اكتر من دليل او اكتر من حاجه بيضغطوا بيها على الكاف عشان الكاف يعمل المباراه بدون جمهور ويستفيدوا من الحوار ده. زي طبعا ما المباراه بتاعتنا هناك كان من غير جمهور بسبب الاحداث اللي حصلت في 2020 اللي كنا حكيناها الفيديو اللي فات بالمناسبه. ولكن الحمد لله الكاف ما استجاب لهمش وخلى الملعب متقفل الحمد لله. 9 مساء صفاره بدايه المباراه، ومن الثالثه شمال بنهز جبال. اول هتاف اتغنى مع الصفاره. طبعا كنا قعدنا نهتف قبل المباراه كتير طبعا واحنا صايمين، واول ما فطرنا خلصنا فطار وقمنا هتفنا على طول. الماتش اللي كان من طرف واحد هو طرف النادي الاهلي، واللعيبه كلها موتت نفسها وطلعت احسن ما عندها لاجل الجمهور ده كله ما يروحش زعلان. الدقيقه 25 كره ثرو باص من عبد القادر لمحمود كهربا اللي بيستلمها على الطاير وبيعدي الدفاع وبيلعبها في البعيده في المرمى، والهدف الاول للنادي الاهلي. وفي الشوط الثاني تحديدا في الدقيقه 64 بيرسي تاو بيلعب ثرو باص ارضي في ظهر المدافعين لحسين الشحات المتحرك جيدا في الكره دي، وبيسجل بيها الهدف الثاني. عشان في الدقيقه 81 كره من نوادر مروان عطيه، عرضيه من مروان عطيه لحسين الشحات المتالق في البطوله دي، خد بالك، بيستلمها وبيرقص المدافع وبيعدي وبيشوطها وبيحرز بيها الهدف الثالث للنادي الاهلي. والاهلي بيكسب المباراه بثلاثيه نظيفه وبيسكت كل الشمتانين وبيفرح جمهوره. مش بس كده، ده بيفرح شعبه وبيصعد رسميا لربع النهائي. والقرعه بتوقعك مع الرجاء المغربي. مباراه الذهاب هتكون في القاهره والعوده في كازا. بتلعب مباراه الذهاب يوم السبت 22 ابريل اول ايام عيد الفطر المبارك. الاستاد متقفل لتاني مباراه على التوالي. وقبل نهايه الشوط الاول بثواني حسين الشحات بيلعب كوره لعلي معلول اللي بيلعبها عرضيه من على الشمال، وفجاه بنلاقي مين اللي بينط ويجيبها جون؟ محمد عبد المنعم. طب انت ايه اللي جابك هنا؟ محدش يعرف بجد. وقبل نهايه المباراه في الدقيقه 84 كوره لوب من بيرسي تاو بيديها انفراد لحمدي فتحي اللي بيشمعها في الشبكه، والمباراه بتخلص 2-0 والاهلي بيعايد على جمهوره عشان الاهلي يسافر يوم السبت 29 ابريل على مركب محمد الخامس اللي متقفل بجمهور الرجاء المغربي الجمهور المحترم. بيجي لهم ضربه جزاء قبل نهايه الشوط الاول ولكن بتيجي في العارضه وبتضيع، والمباراه بتنتهي تعادل سلبي. ورسميا الاهلي بيصعد لنص نهائي دوري ابطال افريقيا. هيقابل مين؟ هيقابل الترجي التونسي. والمباراه الاولى مباراه الذهاب هتبقى في رادس يوم الجمعه 12 مايو. وبسبب الاحداث اللي حصلت قبلها من جمهور الترجي، الكاف بيمنع الترجي من جمهوره في المباراه دي، وتبقى المباراه بدون حضور جماهيري. والاهلي بينزل مباراه بالقوه الضربه وبيفوز بثلاثيه نظيفه مع الرأفه، لان المباراه كلها حرفيا كانت بتبقى من جانب واحد. افتتحها بيرسي تاو في الدقيقه الثامنه بالهدف الاول للنادي الاهلي. وفي الشوط الثاني وتحديدا في الدقيقه 55 بيرسي تاو برده بياخد كره من على اليمين بيعدي بيها المدافعين وبيخش بيها منطقه الجزاء او من على حدود المنطقه وبيشمعها في الشبكه. بعدها بثلث ساعه في الدقيقه 75 كره 1-3 ما بين ديانج والشحات يلعبها الكهرباء اللي بيسجلها في الشبكه، والاهلي بيفوز بالمباراه بثلاثيه نظيفه وبيحط رجل ونص في النهائي عشان يجي الاهلي يوم الجمعه 19 مايو وفي استاد القاهره والملعب متقفل لثالث مباراه على التوالي. وفي الدقيقه 22 ثرو باص من بيرسي تاو لحسين الشحات بيضرب بيه خطوط المدافعين بيروح بيها انفراد خروج خاطئ من الحارس والهدف الاول للنادي الاهلي، والمباراه بتخلص 1-0 للنادي الاهلي. ورسميا الاهلي بيصعد للنهائي بعد الفوز على الترجي التونسي برباعيه نظيفه بمجموع الماتشين. رسميا الاهلي بيصعد للنهائي للمره ال16 في تاريخه والرابعه على التوالي، والمره دي هتقابل الوداد اللي قدر انه يصعد على حساب صن داونز جنوب افريقي. والحقيقه هنا بتديك فرصه ثانيه بعد ما ضيعت الفرصه اللي قبلها. تقول لي ايه الفرصه اللي قبلها؟ اقول لك رقم واحد
خسرت من الوداد في كازا في 2017 ببدايه تحكيميه، جات لك فرصه في 2022 ولكن كان في ظلم الى حد ما، خسرت برضو في 2022، فبتديك الحياه فرصه تانية انك تصلح كل اللي انت عملته ده وتتعلم من اخطائك، والمره دي في 2023 وهيجات لك على طبق من ذهب، والنهائي من ماتشين، الاول في ارضك تخلص بيه المونديال يوم الاحد 4 يونيو وعلى استاد القاهره المتشبع بالجمهور الاحمر، اعظم نادي في الكون، نادي القرن الافريقي النادي الاهلي، مباراه مشتعله حرفيا من الطرفين، هجمه هنا بتضيع وهجمه هنا بتضيع، ومتالق الحارس الصاعد الواعد مصطفى شوبير حارس النادي الاهلي بيصد انفرادات كادت ان تكون في الشبكه، بيصد جوان محققه، انقذ مرمى الاهلي في كذا كوره لحد الدقيقه 45 وقبل انتهاء الشوط الاول. حسين الشحات بياخد كوره متطرفه شويه وبيعمل انه هيباص لعلي معلول اللي جه من ورا لقدام، ولكن بيعدي المدافعين وبيلعب عرضيه على راس بيرسي تاو اللي بيسجل بيها الهدف الاول للنادي الاهلي. عشان في الشوط الثاني وتحديدا في الدقيقه 59 كوره عابره للقارات من محمد هاني بيلعبها لحسين الشحات، بيستلمها وبيستغل الخروج الخاطئ للحارس بتاع الوداد وبيلعبها للي جاي من ورا لقدام اللي هو محمود كهربا واللي بيشمعها في الشبكه، وبكده نادي الاهلي 2 الوداد المغربي 0. تحافظ تحافظ، تعزز تعزز، انت وحظك. انا كاهلي ما ينفعش اروح جمهوري كده فرحان عادي كده، لازم يحصل تريكايه. في الدقيقه 86 دربكه دفاعيه من دفاعات النادي الاهلي كالعاده، الوداد بيستغل الكره دي وبيلعب عرضيه من اليمين بتيجي من الجنب من ورا قدام اللي ما معهوش اي حد من مدافعين الاهلي، وبيسجل الهدف الاول للوداد وسط فرحه عارمه من جهاز ولاعيبه الوداد والجمهور الحاضر في المباراه، وده بيكون هدف عوده الامال بالنسبه لهم، وبتنتهي مباراه الذهاب بتقدم النادي الاهلي 2-1 على الوداد، وفي انتظار مباراه العوده في كازا، وكل لاعبي وجهاز الوداد فرحانين بالجون ده ويعتبر شبه ضامنين الفوز بالكاس. ليه؟ هم مش محتاجين بس غير هدف في كازا، وبيقول لك زي ما عملناها السنه اللي فاتت هنعملها السنه دي، ودي نغمه انا بحبها قوي. عشان الحد اللي بعده 11 يونيو يوم ولا اي يوم في كازابلانكا وعلى ملعب مركب محمد عبد المنعم، اقصد مركب محمد الخامس عذرا، وزي ما شفنا مشجعين الزمالك ومشجعين الوداد. هتقول لي مالهم مشجعين الزمالك؟ هقول لك استنى. الشخص الزملكاوي اللي استنى فرقه الاهلي في المطار واول ما طلعت من المطار قعد يقول لهم وقعد يستفز لعيبه الاهلي، وطبعا شفنا الحكمه كلها من سيد عبد الحفيظ اللي هدى الدنيا وفضل يبتسم وضحك للموضوع رغم انه عمال يسخر مننا ومن جون المترجي اللي جابوا فينا السنه اللي فاتت اللي خدوا مننا البطوله بالجون ده يعني، وحرفيا عمل نوش جامد في خلال الساعات اللي قبل الماتش، واحنا كاهلاويه بنعشق الحاجات دي جدا. الملعب متقفل من جماهير الوداد اللي هم المدرج الشرقي تقريبا كان 1000 او 2000 مشجع من النادي الاهلي، ولكن دول مش اي مشجعين، دول الحبايب. جروب التراس اهلاوي كان حاضر رسميا في المباراه، وكان قبل المباراه جمهور الوداد بيرفع تيفو كامل عباره عن غلاف روايه ذا فاينل كويست. التيفو كان فيه شخصيات رمزيه زي الشياطين والخداع والساحر والمحارب، وكان فيه لوجو الوداد وراه كمان، والشيطان جنب شعار الاهلي من غير النسر. ركز في التركيه دي، من غير اجنحه النسر حاطين شعار الاهلي، الحته البيضاء اللي في النص دي اللي هي البيضه دي فاضيه. والفكره من التيفو كانت ان الوحش او الشيطان هياكل اجنحه نسر الاهلي، وكانت رسالتهم طويله عريضه كده في نص الملعب: The Lord of the Rings the sword cuts your wing. وكانوا استخدموا جمله فاينل كويست بنفس الفونت بتاع الروايه والوان الغلاف الاسود والرمادي الغامق كاشاره دراميه للمعركه الاخيره بين النور والظلام. لكن الرد من التراس اهلاوي كان كونتر عبقري، رفعوا رساله: عندما يوسوس لك الشيطان يعطيك الجحيم مكافاه، مع رسم الشيطان باجنحه. خد بالك الرساله هنا عميقه، فكرتها انكم هتاكلوا اجنحه النسر دي مجرد وسوسه شيطانيه، وفي النهايه الشيطان ده هو احنا واجنحتنا لسه موجوده، والجحيم ده هو المكافاه اللي استلمتوها جوه الملعب وبره. يعني اللعبه اتقلبت، بدل ما هتاكلوا اجنحتنا احنا اللي قدمنا لكم الطبق الرئيسي. درس عالمي في لعبه الالتراس. خد بالك الكونتر مش بس رد على فكره التيفو، لا ده استهدف كل تفصيله فيه. وينرز حاولت تبعد الروايه عن الموضوع وتركز على سيد الخواتم في رسالتهم، لكن فاينل كويست كانت العنوان الرئيسي، والشياطين اللي بتوسوس للمحارب في الروايه هي نفسها اللي ترد عليها بعندما يوسوس لك الشيطان. واجنحه النسر اللي قالوا هيقطعوها رجعت تظهر مع الشيطان في رد اهلاوي كاثبات ان الوسوسه دي خدعتكم ووقعتكم في الفخ، والفخ ده اللي الروايه نفسها حذرت منه. الفضيحه كانت كامله، تيفو اتقلب عليكم وفي بلدكم وعلى ملعبكم، والرساله وصلت بكل وضوح ان الشيطان لبسكم في الحيطه. درس مجاني من التراس اهلاوي. والسؤال هنا كيفاش عرفوا مضمون التيفو؟ وبس يا سيدي المباراه بتبدا، ولكن في الدقيقه 27 ضربه حره من يحيى عطيه الله بيلعبها بتخدع الكل وبتيجي في الشناوي الهدف الاول لنادي الوداد المغربي. الحاجه اللي هم كانوا بيدوروا عليها واللي احنا قلنا في طول الاسبوع اللي قبل النهائي يا ريت ما تحصلش، وهم اصلا ما كانوش محتاجين غير الهدف ده، جابوه في الدقيقه 27. خلاص هم كده مش محتاجين حاجه، هيناموا بقى ويموتوا على كل كوره. وانتوا عارفين فرق شمال افريقيا مع احترامنا الكامل ليهم بتعمل ايه لما بيكونوا فايزين؟ بتفضل المباراه رايحه جايه، قرارات تحكيميه غريبه جدا من الحكم بملك تسيما، وما ادراك ما بملك تسيما
لما بسمع صوت او لما بسمع اسم مملكه سيما وبكاري جسامه جسمي بيقشعر حرفيا من ذكريات ربنا ما يعودها. ومن بعد الجون المباراه بتشتعل نفسيا وبتتوتر الاجواء ما بين اللعيبه على كل هجمه بخناقه بانذار بمش عارف ايه. المهم الاهلي مش بيهاب حد، وانا لاول مره اشوف النادي الاهلي ولاعيبته جريئه بالشكل ده على الحكم وعلى لعيبه الخصم، وانها بتقتل نفسها على كل كوره وبتعترض وما بتهابش حد. والله يمسيه بالخير كابتن سيد عبد الحفيظ لما كان ماسك في ايده تقريبا على الدكه حوالي 5 أو 10 كور تحسبا يعني للي هيحصل بعد كده، وان لعيبه الوداد او جهاز الوداد هيحاول ان هو يضيع وقت ويعطلوا اللعب وكده. وفي الشوط الثاني كمان كولر بيدفع بكل اوراقه الهجوميه وبيسيب المالي اليو ديانج وحيدا في نص الملعب وبيخليه لوحده يقوم بالادوار الدفاعيه، ولعبنا بيه 30 دقيقه مثاليه على الوداد. وكان وقتها ديانج بيعمل كل حاجه، كان بيخرجنا من الضغط وبيطلع الكره بشكل مثالي وبيسحب الفريق لقدام وبيقطع مسافات كبيره لوحده بعد خروج مروان عطيه وحمدي فتحي. بعدها جمهور الوداد مشكورا بيولع شماريخ بطول الملعب والدخان بيملى الملعب كله، واللي بيخلي الحكم يوقف المباراه لحد ما الدخان يهدى والرؤيه توضح. والحمد لله لعبتنا بتستريح شويه وبتاخد نفسها لحد ما الحكم بيكمل المباراه. وفي الدقيقه 78 كره طويله من لعيبه الاهلي في منطقه الجزاء بيطلعها دفاع الوداد ضربه ركنيه، ومن هنا بتبدا الحكايه. بيخش علي معلول يلعبها للي قاطع على القريبه اللي بيكون محمد عبد المنعم اللي بيشوطها بدماغه في البعيده، وهدف التعادل للنادي الاهلي. جون بيسكت 60,000 مشجع ودادي، ومش بنسمع غير صوت ال1000 ولا ال2000 اللي حاضرين، وبتطبق مقولة ال1000 صوتهم صوت مليون. بس سيبك من كل ده، تعالى لي كده قبل ما علي معلول يلعب الركنية بثواني، بمعنى أصح قبل الجون بعدة ثواني، ووقف لي المشهد كده ووسع لي الكادر ووريني كده التراس اهلاوي كان عامل ايه. عينك على الناس اللي في المدرجات اللي التشجيع بيجري في دمهم والجمهور الحقيقي. شمروخ بيتولع عبد الهدف بثواني، وده ان دل فيدل على تيقن الناس ان روح الفانيلا الحمراء حاضره ومش بتخاف حد ومش هتعدي الليله دي كده. شمروخ في الايد يغني والنار رمز احتفال. لاعبي والجهاز وجمهور الاهلي الحاضر في الملعب بيرج الاستاد كله. ومن الدقيقه 80 لحد صفاره الحكم امتع دقائق المباراه بالنسبه لي كمشجع اهلاوي. كلاحة ولاعبي الاهلي في الدقائق الاخيره كل ده بالدنيا والله، من تضييعهم للوقت شويه للغلاسه على لعيبه الوداد والكلاحه اللي قدموها لغلاسه معلول وهاني وبيرسي تاو. يعني حاجه قمه في المتعه. عارف محتاج تشوفها كده وانت معاك كوبايه القهوه وكوبايه الشاي ومتمزج كده وتشغل موسيقى اللي هو تين تيرين 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 والله العظيم بكلمكم بامانه والله. بس اوعى تكون مفكر ان الاهلي بعد الهدف ده قاعد يضيع وقت كده زي لعيبه الوداد لما جابت الجون. لا، الاهلي طلع بعدها ب3 انفرادات محققين، 3 اهداف محققه ضاعت سواء من شريف او من عبد القادر. الماتش ده كان يخلص 4 مستريح، وده كان بسبب ان فريق الوداد كله مندفع عليك. وبس يا سيدي، الحكم بيصفر نهايه المباراه وبيعلنها رسمي فوز النادي الاهلي بالبطوله الافريقيه ال11 في تاريخه، وعلى نفس الملعب اللي خسر فيه نهائيين، نهائي 2017 ونهائي 2022 اللي قبلها بسنه. 2017 بسبب ظلم تحكيمي فج، ومره قبلها بسنه 2022 بسبب ظلم اداري من الكاف. والكلاحه برضه خد بالك ما وقفتش لحد الماتش يعني، لا ده بالعكس، بعد ما اللعيبه كلها خرجت بقى من الاستاد بقى وخلاص مروحين على المطار، قابلنا مين يا معلم؟ قابلنا المشجع الزملكاوي اللي قاعد يغلس علينا واحنا جايين. وبس يا سيدي، وعينك ما تشوف الا النور. كلاحه ما احلاها كلاحه، من سواء القندوسي اللي مسك الكاس وفضل يرقص حوالين المشجع هو باقي اللعيبه، لشوبير اللي عض الميداليه وقعد يغيظوا بيها وقعد بقى يقول لك يا خطيب الحقني يا خطيب وهات لي اسامي، انا عايز اسم الشخص ده، عايز اسم الشخص اللي اعتدى عليا بالكلام واللي بيتريق عليا. وكابتن سيد عبد الحفيظ حبيبي حبيب الملايين قال له ايه؟ حرفيا يوم من احلى الايام اقسم بالله، غير بقى احتفالاتنا في الشوارع والميادين واللف في الشوارع والهيصه اللي عملناها. يا سلام بجد، وهي ذكريات بجد والله. وبس يا سيدي، بكده جينا لنهايه الفيديو الرابع والحدوته الرابعه لينا والاخيره باذن الله في رمضان. وكل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم باذن الله. وما تنسوش تقولوا لنا عايزين الحلقات اللي جايه عن ايه، سلاسل جديده او حلقات جديده، عايزين المواضيع تكون عن ايه. وبس كده، ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب وزرار الجرس خلوه على كل الاشعارات عشان نوصل عيلتنا لاكبر عدد ممكن باذن الله. وهتلاقوا بقى سايب لكم لينك التيك توك في الديسكربشن، هو الانستجرام، انزلوا اعملوا لي فولو هنا وفولو هناك. ما تنسوش الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام. سلام.